وعندما نقول فرنسا نحن نفرق ما بين الشعب الفرنسي الصديق الذي تجمعنا وإياه روابط المودة والاحترام، وما بين الجمهورية الفرنسية التي نكن لها كل احترام، ولكن هناك السلطات الاستعمارية، السلطات الكولونيالية التي احتلت ظلما وعدوانا الجزائر، فتلك رفضنا. ورئيس الجمهورية كان في آخر خطاب له مع السادة الولاة والحكومة قد أسهب بالدليل وبإتقان وبالوصف تلك المرحلة التي فعلا المؤرخون الموضوعيون وصفوها وقالوا إنما جاءت فرنسا هروبا من مشاكلها الداخلية، وجاءت واستعمرت شعب أحسن إليها وأمدها يد العون عندما كانت أوروبا تحاصر فرنسا وقت ذاك. فهنا ممكن أن نتكلم عن نكران للجميع. وما نشر الحضارة في الجزائر في عام 1830 إلا بهتان وأراجيف بعيدة كل البعد عن الواقع التاريخية.